علامات كتير لازم تركز فيها. أولهم لو الجهاز فجأة بقى بطيء بشكل مش طبيعي، مش البطء اللي بيجي مع الأجهزة القديمة، أو لما الرام تبقى صغيرة. لا، أنا بتكلم عن بطء غريب كده وإنت ما عملتش أي تغيير ولا فتحت برامج تقيلة. البطء ده غالباً سببه إن في برامج خبيثة شغالة في الخلفية وبتستهلك إمكانيات الجهاز، ودي غالباً من شغل الهاكرز. تاني علامة مهمة، لو لقيت برامج أو أيقونات جديدة ظهرت على جهازك وإنت أصلاً ما نزلتهاش بنفسك، هنا لازم تقلق. البرامج دي ممكن تكون أدوات تجسس أو برامج بتسحب بياناتك أو حتى بوابات للهيكر يدخلوا منها بسهولة. كمان لو لاحظت إن استهلاك الإنترنت عندك زاد بشكل مفاجئ أو الباقة بتخلص بسرعة وإنت أصلاً مش بتشوف فيديوهات كتير ولا بتعمل تحميلات، غالباً في حاجة في الخلفية شغالة زي فيروس بيبعت بيانات أو ملفات للهاكرز من غير ما تحس. ومن العلامات الخطيرة جداً إنك تلاقي الكاميرا أو الميكروفون اشتغلوا لوحدهم من غير ما تكون فاتح برنامج بيستخدمهم. ولو لقيت حساباتك بتتصرف لوحدها زي رسائل بتتبعت من واتساب أو ماسنجر أو حتى إيميلات من غير ما تكون أنت اللي باعتها، يبقى في مشكلة كبيرة وضروري تتحرك فوراً، لأن ده معناه إن بياناتك أو حساباتك اتسرقت. لو جهازك بيعمل ريستارت فجأة أو بيهنج بطريقة غريبة أو يفتح مواقع لوحده أو تظهر لك إعلانات غريبة وإنت أصلاً ما فتحتش مواقع بتعرضها، كل دي علامات لازم تاخدها بجدية. ساعات كمان ممكن تلاحظ إن الباسوردات اللي كنت حافظها على الجهاز أو المتصفح بطلت تشتغل، أو يوصلك إشعار إن حد حاول يدخل على حسابك من مكان أو جهاز أنت ما تعرفوش، وده معناه إن في محاولة اختراق حقيقية. فيه علامات أقل وضوح زي إن البطارية تخلص بسرعة أو الجهاز يسخن بشكل مبالغ فيه حتى وإنت مش بتعمل عليه حاجة تقيلة، وده غالباً بسبب برامج خفية شغالة طول الوقت من غير ما تحس. طيب تعمل إيه لو لاحظت أي علامة من دول؟ أول حاجة لازم تفصل الإنترنت فوراً، سواء واي فاي أو بيانات، عشان توقف أي عملية نقل بيانات بتحصل. بعد كده افحص الجهاز ببرنامج حماية قوي وتأكد إنه محدث، ولو لقيت برامج غريبة امسحها فوراً. كمان لازم تحدث النظام والبرامج اللي عندك، لأن التحديثات دي بتقفل ثغرات ممكن الهاكر يستغلوها. ومتنساش تغير كل الباسوردات المهمة وتفعل المصادقة الثنائية على حساباتك، وده هيخلي حتى لو الباسورد اتسرب محدش يعرف يدخل من غير الكود الإضافي. وأهم حاجة دايماً تكون واعي ومتابع تصرفات جهازك، لأن الهاكر بيعتمد على إنك تهمل أو تأجل حل المشكلة، وساعتها هو هيكون سبقك بخطوات. وزي ما دايماً بقولك، الوقاية أحسن من العلاج. اعمل نسخ احتياطي لملفاتك، متحملش برامج من مصادر مش موثوقة، وما تفتحش روابط أو مرافقات من ناس مش عارفهم، وخليك دايماً محدث جهازك، لأن الحماية مش خطوة واحدة، الحماية أسلوب حياة.